رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شهاده هنتعب شويه، ايه المشكله يعني؟ ده هتيجي مرحله عظيمه كالعاده، هنعمل احلى اثار في الجونه. بيحصل يا عزيزي ان الفتره الانتقاليه الثالثه بتطول شويه والاوضاع بتفضل مش قد كده حوالي 414 سنه. انا ما اعرفش ازاي انتقاليه. ولما يا عزيزي بتنتهي ال 414 سنه ما بتجيش بعدها مرحله عظيمه، انما بيجي العصر المتاخر، مرحله موت الحضاره المصريه. يعني اساسا مصطلح فتره انتقاليه ده غلط على حسب كلام عالم المصريات كينيث كيتشن. فالمرحله دي لم تكن مرحله فوضويه، كان فيها انقسام وحكام اجانب، وقتها الجيش المصري كان مفكك، ولكن الاوضاع نسبيا كانت مستقره، الناس كانت تقدر تسافر وتتحرك وتتاجر. عشان كده هيقترح اسم تاني انسب لهذه الفتره، عصر ما بعد الامبراطوريه. ده العصر اللي مصر تحولت فيه من الشكل ده للشكل ده. الفتره الثالثه ما طلعتش انتقاليه ولا حاجه، بالعكس دي كانت فتره يمكن نطرحها. بيعمل القسم ده بيرتبها شكلها حلو قوي الوردة دي. آه 24 بس عايزينها اللي هي زي كده. عايزين الصغير ده عشان الكبير ده هيكون شكله زي كده زي كده ولا زي كده؟ حاسه ده اطفالي قوي. ده احلى ده. فين الاربعه؟ فين الرقم الاربعه؟ ادي 2 اهو 4 وراه. شوفي 2 بقى بلون دي. شوفي وراهم. لقيتيه؟ شفت لغايه اخر واحد؟ اعملي الجهه اللي عند الستة دي. 2 اعملي الستة دي ورا. شفتيها؟ هي اصلا واحده عشان ده كتير. ماشي ناخد بس يمكن واحده العدد مش مكتوب.
كده. هما دول حلو ان هما تتصور بيهم دول. نجيب منهم. طب طلعي كده. ادي 2 وده 4. نجيبهم. هاتيهم عادي تتصور بيهم. شكلهم بايت قوي. شكلهم ايه؟ بايت. عالتاج اهو في الاكبر دول اهو دول دول. دول كبار برضه. بس انا بدور على 2 و4. دول المشكلة ان البتاع بتاعتهم صغيرة. والله جميل قوي. مش راضي ليه يا عمي؟ دي اللي طلعنا بيها في المول. يلا قلتلك نجيب حاجة أصغر من دي عشان تظبط. دوس على الشاشة. شاطر. كمان ده اللي قدام ده وليه؟ طبعا هو ما انا بقول لك اهو ممكن تبقى بالحجم ده. دي حجمها. كنا عاملين تورته عيد ميلاد بس مش هناخدها دلوقتي. بنفس الحجم ده.